السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناتي الخاصة على اليوتيوب المايسترو سعيد علي وفنون الغناء اليمني. قبل ما نبدأ بمحاضرة اليوم أرجو منكم أيضا الاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، والجديد بيكون ممتع لكم إن شاء الله. قبل أن أبدأ بشرح هذه الأغنية الجديدة اليمنية، حبيت أن أعتذر لكم في حصلت فهو صغيرة كده عندي في أغنية قال المعنى سمعت الطير يترنم. طبعا قال المعنى تعزف على إيقاع الوقف الكبير. في إيقاع الوقف الصنعاني في نوع صغير اللي سرعته 168، وفي الوقف الكبير الذي يتكون من مازورتين وسرعته 140. فقال أنا من كثر الإيقاعات والمقامات والدردشة والنوتات، وكل يوم كاتب نوتات كل يوم هذا، حصلت فهو قلت إنه إيقاع قال المعنى 168، وهذا غلط. أنا كتبته على الوقف السريع، فأنا أقول معذرة ركزوا. قال المعنى سمعت الطير يترنم، إيقاع وقف صنعاني كبير، السرعة 140 ضربة نار في الثانية. شفتوا كيف؟ ركزوا معي وأرجو المعذرة عن هذا الغلط النوت واضح. اليوم بنستمر في الأغاني القصيرة. أغنية معانا يمنية مشهورة، سمارة يا سمارة. هذه الأغنية من إيقاع البياتي على اللاء، دليل المقام سي كار بيمول. هذه من إيقاع الشرح العدني، السرعة 190. الشرح العدني له سرعات مختلفة، 180 190 200، فهذه 190 السرعات هذه الأغنية. ميزان الإيقاع 6/8. طبعا هذه الأغنية سمارة يا سمارة، هذه الإعادة واحدة عندنا 3 مرات تعود غناء، والمرة الرابعة موسيقى. شفتوا كيف؟ وبعدين 3 غناء، الرابعة موسيقى، 3 إعادات غناء، الرابعة موسيقى، وهي من كوبلة واحد صغير يعني. شفتوا كيف؟ هذا لا سي دو ري مي، لا، فيقول هنا مي 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 ري دو ري دو، مي مي صول ري دو ري دو، دو دو سي لا سي دو ري سي لا صول، دو سي لا لا، دو دو سي لا سي دو ري سي لا صول، دو سي لا لا، دو ري مي. هنا إعادة نضرب على المي هنا، وفي إعادات دو سي لا لا. نستمر. سرعتها كذا، هذه السرعة 190. شفتوا كيف؟ فنقولها في سرعتها الأصلية مي 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 ري دو ري دو، مي مي صول ري دو ري دو، دو دو سي لا سي دو ري سي لا صول، دو سي لا لا، دو دو سي لا سي دو ري سي لا صول، دو سي لا لا، دو ري مي. دو ري مي هذه موسيقى لازمة. تيرارم سمارة يا سمارة، سمارة يا سمارة، مسكين ذا الغريب وحده، الله الله أوه يلا، مسكين ذا الغريب وحده الله أوه يلا، تيرارم براري راني ناري تيراري. هذه هي أغنية مشهورة يمنية، يعني كوبلة واحد 14 مازورة، وتعاد 4 مرات. الكوبلة الأول يغني 4 مرات، بعدين الكوبلة الثاني نفس الشيء 4 مرات، وإلى آخره. 3 مرات يغني المغني، الإعادة الرابعة موسيقى. 3 مرات المغني، والإعادة الرابعة موسيقى. شفتوا كيف؟ فأعتقد إنه هذه الأغنية سهلة جدا وما فيش أي صعوبة لقراءتها. والآن بننتقل إلى أغنية جديدة إن شاء الله. وحلقة اليوم انتهت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتابعونا في أغاني يمنية جديدة إن شاء الله.